دي بقى النافورة سابقا، بقى اسمها حديقة غرناطة. النافورة دي بقى يعني جيل السبعينات والثمانينات يعرف كويس جدا يعني ايه النافورة. ملتقى العائلات ده في جيل السبعينات والثمانينات. النافورة دي جنبها بقى عمر افندي، معرفش بس كانت الكاميرا جايباها ولا لا. روكسي، روكسي، الذكريات والحكايات كلها. قدام شوية بقى كان في محل حلويات كده اسمه كرامة، موجود في البواكي كويس. وصاد كرامة الناحية التانية كان موجود أو مازال موجود أبو حيدر، هعدي من جنبه دلوقتي. اللي جاي ده بقى على اليمين أبو حيدر، أحلى شاورما في الدنيا. اه والله العظيم، مهما كترت محل الشاورمات أو محلات الشاورما فهو أبو حيدر ليه طعم خاص جدا. ايوه بالظبط كده، ده ابو حيدر. طبعا دي سينما نورماندي، لسه مكملين مع بعض. ده النورماندي الصيفي وجنبه النورماندي الشتوي. الحياة مختلفة. سينما نورماندي دي اتجددت يمكن 3 مرات قبل كده، بس انا فاكر التجديدة الأخيرة اللي كانت سنة 92. كانت التذكرة ب5 جنيه أيامها. على فكرة 5 جنيه دي كانت رقم يعني مبلغ. سنة 92 دي كانت أغلى تذكرة السينما فعلا ب5 جنيه. طبعا لو مشينا قدام شوية هنلاقي كنيسة بازليك. كل سنة والإخوة الأقباط بخير وسلام وسنة سعيدة وميلاد مجيد إن شاء الله. هتلاقي مطعم أسماك أبو قير، وجنب الكنيسة على فكرة كان في سينما الحرية. كان السينما الحرية بقت مول دلوقتي. وهتلاقي على اليمين مطعم برنسيس اهو. انا باخدكم جولة كده سريعة في الصباح يوم 31/12. النهارده اخر يوم في السنة. ذكريات الطفولة بقى. طبعا الشارع ده موجود فيه الشبراوي. الشبراوي فول وطعمية والسحور وأحلى سحور في رمضان. مشهور جدا الشبراوي على فكرة. لسه هنوصل أكتر ونتفرج أكتر على مول الحرية. أيوه ظهر أهو. دي بقى كانت السينما الحرية. دي كانت السينما الحرية. حضرت فيها أول فيلم في حياتي، أمهات في المنفى. كان بطولة أمينة رزق وعادل إمام وسعد يونس وسيد راضي ومجدة الخطيب. كان ناس كتير يعني. مش عايز أقول لكم التذكرة كانت بكام وقتها. ب65 قرش. أنا فاكر الرقم. واديت 5 قروش للراجل بتاع البطارية اللي بيقعدني يعني على الكرسي بتاعي. طبعا احنا دلوقتي في شارع دمشق، الشارع المشهور او الشارع الاشهر من شوارع مصر الجديدة. شارع فيه بقى قطع الغيار بتاع العربيات، وفيه الدنيا مختلفة. قدام شوية في الشارع ده في بتاع الكنافة والجلاش المشهور طبعا هناك اسمه العهد الجديد. وفي بتاع الفسيخ كمان مشهور جدا الشارع ده. بعديه بشوية موجود اسم مصر الجديدة. بعد كده ميدان هارون بقى والكلام ده. بس احنا النهارده بنتكلم
عن معالم روكسي وكوربا، المعالم المشهورة يعني. طبعا كل الناس